بنتنا جاي لها عريس لقطه. ايه؟ مال وسالت عنه لقيته من عيله طيبه وبيشتغل في وظيفه كويسه، ما هي تفتح بيته ومستقبله قدامه مفتوح ان شاء الله. ان شاء الله، لكن انا بقول برضو واجب نسأل عليه يا ابو ما سيد. انا سالت. ما هو انت تسأل من ناحية وانا اسأل من ناحية. امال ايه، هي مش بنتي زي ما هي بنتك ولازم ادور على مصلحتها. واجب برضه يا بامبا، واجب، وهو زياده تاكيد، وان شاء الله تطمنيني زي ما انا طمنتك. ورحت يا اخت اسال الشيخه تفيده وحياتك يا حبيبتي، الفنجان كشف ستره، عريس ارداحي خالي شغل ومتجوز 2، وعنها وحياتك حلفت 1000 يمين على يمين ان البت ما هي متجوزه الراجل ده ابدا. هو انا يا اختي مستغنيه عن بنتي ولا يعني مستغنيه عن بنتي؟ وحياتك وراح اتقدم للبت بنت الست عنايات، قال ايه وقبله واتجوزها، وظهر ان كلام ابو سيد مظبوط وكلام الست تفيده طلع تخريف. واروح اعاتب الشيخه تفيده تقوم تقول لي اصل البن كان مغشوش. الله يجازيهم البياعين الغشاشين اللي ضيعوا العريس على بنتي، يعني ست تفيده مالها الذنب. عشان كده اما جه ابو سيد وقال لي اسمعي يا بامبا، خير خير يا ابو سيد. ايه رايك لو نوفر لنا كل شهر من المهية قد 2 3 جنيه، وحاجه نلاقيها وقت عوزه؟ قلت له سيبني افكر بقى يا ابو سيد، وخدت بعضي وجري على الشيخه تفيده عدل. وانا يا اختي يا دوبك شربت الفنجان وست دفيده بصت فيه وراحت شاقه. اتبي يا اختي الراجل ناوي يتجوز عليا وبيحوش المهر ويقول لي بيدبر، وحياتك قعدت بعزق لما الدين بقى راكبنا ومبقناش عارفين نسدد ايه ولا ايه ولا ايه. وبالشكل ده طبعا ضمنت ان الراجل ابو عين زي غدا مش هيقدر يتجوز عليا. بس يا اختي اللي استغربت له اني بعدها خدت دور كده بعيد عنك وما بقتش لاقيه حق الروشتة، والراجل يقول لي بقى يا بامبا لو كنا حوشنا مش كنا لقينا فلوس تحت ايدينا